السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بكيفية تاع الملوي هذا اللي بطريقة سهلة جدا ويجي مورق بزاف ويجي خفيف وما تجيش هذيك العجينة اللي تجي يابسة كي تاكليه هذاك المسمن يجي ما شاء الله. مر اللي درت هذاك البريوش اللي لا فيديو تصيبوها في لاشين تاعي. درت معاها هذا المورق اللي جا ما شاء الله جا بنين بزاف وسهل التحضير وبلا عجن بلا ما تعجنيه بلا ما والو. مع الصباح هكذا درتو وشربنا به قهوة وجا ما شاء الله. ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 6 كيسان فارينة. الكاس أنا عندي يرفد 200 غرام، وربعة كيسان سميد رطب بعد ما غربلتهم وحطيتهم قدامي. هنا 2 مغارف كبار حليب، باكي تاع خميرة كيميائية، قرصة ملح، ربع مغرفة صغيرة تاع خميرة فورية، ومغرفة عسل. هاد العسل اللي يمد لا كولور مليحة للملوي. والماء من العين ما تديري حتى تتلم العجينة. هنا شديت هاد الجفنة، حطيت فيها سميد غربلتو عفوا، والفارينة مع بعض غربلتهم. هادي مع الصباح درتو، شوفوا كان النهار مازال ما طلعش. وتمتم تخدميه وديري حفرة في الوسط وتديري باكي تاع خميرة، قرصة تاع الملح والحليب اللي يمد نكهة مليحة ويمد لا كولور مليحة للملوي. وحطيت تاني الخميرة الفورية والعسل هذاك، وبديت نشمخ بشوية في الوسط، نشمخ ونلم العجينة، نلم بالعقل. ما تضيفيش ضربة واحدة، غير بالعقل باش ما تغلبكش. من بعد لميتها برك، ما عجنتها ما والو، لميتها تكون شوية طرية ماشي بزاف. دهنتها بالزيت وحطيتها في كيس غذائي بلاستيكي، وتخليها ترتاح مدة نص ساعة. هذا هاد الكيفية هذه باش كي شغل راكي عجنتيها. من بعد ما ارتاحت نص ساعة دهنت هاد البلاطو بالزيت وراني نلم. شوفوا كيفاش دهنت، هاو دهنت البلاطو. من بعد بديت نقسم فيها كرات. انا درتهم شويه كبار، تحبوا تصغروا الكرات، تحبوا تكبروا كيما تحبوا ديروا. درت 6 كرات انا جاوني. جبت درت الحبات الخبزه كبيره تاع الملوي، وانتم تحبوا تصغروا صغروا كيما تحبوا. دهنتهم بالزيت وغطيتهم بورق شفاف غذائي. هام لك 3 كرات، وتزيدي تخليهم يرتاحوا مدة نص ساعة تاني. حطيت قدامي الزيت وزبدة ذايبة والسميد رطب، ودرت الزيت فوق مكان العمل، وراني نفتح في الكرة، نفتحها مليح غير بالزيت. من بعد رشيتها بالزبدة ذايبة اللي تكون بردت كيما راكي تشاهدي، وشوية تاع سميد رطب. من بعد تبداي تطوي فيها، تبداي تطوي بشويه وتزيدي تدهني، ديري الزبده وديري سميد رطب هكذا كيما راكي تشهدي، وتعبزي تلبزي باش ما تجيكش معجنه. من بعد ترشي بالزبده ذايبه وترشي بالسميد رطب وتطوي كيما راكي تشاهدي، وتعبزيها مليح مليح باش ما تقعدلكش معجنه لداخل. هاي ديك تدهني حتى تكملي كامل تلويها، تعبزيها مليح مليح. كملتها كامل وتبقاي تسوي فيها، تلبزي فيها، تعبزيها مليح مليح حتى تولي شويه رقيقه، وتدهني بالزبده والسميد، وتبداي تطوي من الطرف هكذا وديريها شويه عريضه باش ما تجيكش معجنه. هاني ندهن بالزبده وبالسميد ونطوي.
حتى تكملي الخبزة وتطلعيها من الفوق طولقيها ومن تحت وتعبزيها شوية شوية وتحطيها في السنيوة اللي تكون مدهونة وتخليها ترتاح وتغطيهم بالفيلم الشفاف الغذائي باش ما تديرلكش هذيك الطبقة اليابسة من الفوق. من بعد ديري طاجين تاعك ولا مقلة ولا ديريها تسخن نار متوسطة وديري تعبزيها تبلاطيها شوية الخبزة بالزيت وترشي هاد الطاجين بالزيت شوية شوية بالزيت برك وراكي طيبي وتقلبي باش تتورق لك الخبزة على الداخل. مازال ما طابتش انتي راكي تقلبي فيها حتى تحمر مليح مليح. شوفوا كيفاش جات تجي مورقة راح تفتح. شوف تجي مورقة ما شاء الله. كملت كامل طيبت. هاي ليك الخبزة الثانية. من بعد جات مرقة جات ما شاء الله وسهلة بلا عجن بلا والو. انتي درتي كمية كبيرة تاع ملوي وشربنا بها القهوة وجات ما شاء الله. نتمنى هاد الكيفية عجبتكم وتعملوها وتنجحوا فيها. شوفوا كيفاش جات مرقة ما شاء الله خيوط خيوط لداخل. وإلى اللقاء مع السلامة في فيديو واحد آخر. إلى اللقاء.